من معلومة مهمة في استئناف الجناية. استئناف الجناية ما بتتعمل لهاش صحيفة دعوة تقدم إلى المحكمة الجنائية اللي هي محكمة مستأنف جناية أو محكمة الاستئناف. ليه؟ لأنها مش دعوة مدنية. بيتم إجراء استئناف الجناية زي الجنحة بالظبط بالتقرير. يعني إيه بالتقرير؟ يعني أنت بتمضي في الدفتر. يعني إيه بمضي في الدفتر؟ يعني هو إجراء ما بياخدش دقيقتين. يعني حضرتك بتروح لرئيس القلم بيطلع لك الجناية بتاعت حضرتك، ولازم يتم هذا الإجراء خلال 40 يوم من إصدار الحكم، ويكون هذا الحكم بعد 16/1/2024. تمام كده؟ وبتمضي بتقر بالاستئناف. اسمه الإقرار بالاستئناف، استئناف تقريري وليس بتقديم صحيفة دعوة. علشان جالي أكتر من سؤال، هو صحيفة الدعوة دي لازم محامي نقض يكتبها؟ لازم محامي استئناف يكتبها؟ لا طبعا، ملهاش صحيفة أصلا، ملهاش صحيفة. طيب درجة المحامي اللي بيعمل استئناف الجناية نقد ولا استئناف؟ لا، أي محامي يعملها، سواء استئناف أو محامي نقد. خلاص كده؟ يبقى أنت الاستئناف الخاص بالجناية هو استئناف تقريري بدون صحيفة دعوة، يعملها أي درجة من درجات المحامي، سواء محامي استئناف أو محامي نقد. مش محامي جدول عام أو محامي ابتدائي، لا، استئناف أو نقد. خلاص؟ وخلال 40 يوم، ويكون الحكم الصادر في الجناية بعد 16/1/2024 طبقا لأحكام القانون رقم 1 لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 2024. وشكرا جزيلا.